طيب حلو جدا. يعني انت قلت المعادلات بقى ممكن وانا في النيابه ان انا اقرر مثلا، او يعني مثلا خلاص انا اخدت تخصص، امتى اقرر اقول يعني التخصص ده مش كافي للحياه بقى بتاعتنا، مصاريف، انت فاهم قصدي؟ يعني اقرر ان انا اسافر. هل في تخصص اللي هو يعني 100% هيدخلك ملايين مليارات وتعبي هو منه بص فلوس؟ بص يعني هي بص كلها ارزاق، هي كلها دي ارزاق. مشكله، دي مشكله. مم. مفيش حاجه ثابته. مم. تمام. في ناس بتاعت نسا مش شغاله. مم. النسا اللي هو كل الناس بيقول لك النسا النسا النسا. الولادات في ناس والمتابعات بتاعت النساء نسا مش والكلام ده. شغاله. مم. فاهمني؟ وفي ناس واخده تخصصات شغل. يعني لا داعي مم. الظاهر بتاعها ان هي ما بتجيبش فلوس وعملوا فلوس كتير. كتير. ده رزق. مم. مفيش فيه. ودي برضو على فكره من مشاكل طلبه كتير بتفكر في الفلوس، او اي حد طبعا. مم. دي شهوه مذكوره في القران. مم. زين الناس يحبوا الشهوات من النساء والبنين. تفهمني؟ مم. والقناطير المقنطره من الذهب والفضه. فده مذكور في القران. شهوه المال والبنون دي مذكوره في القران. وغير بقول انها لك حاجه مهمه عشان الحياه بالظبط. للاسف يعني مش. ففكره انه يبقى انت عندك شهوه للفلوس ده طبيعي، لكن ما تاخدش حيز كبير من تفكيرك في اختيار التخصص. مم. كل واحد هياخد رزقه. خدت نسا هيجي لك نفس الرزق، حتى لو خدت اطفال، خدت جراحه، خدت اي رزقك هيوصل لك هو. وده مكتوب لك لكن من قبل مفيش تخصص مثلا اللي هو اسعى علشان التخصص عشان خاطر الفلوس، او تخصص جراحي سب سبيشاليتي معين، او مثلا جنرال او كذا علشان فلوس. في تخصصات الظاهر بتاعها انه في إن فلوس، لانه الريت بتاعها مثلا عالي. زي مثلا العظام، ريت التروما عالي. والجنرال مثلا، او فبالتالي الريت بتاعهم عالي. زي النساء، زي الاطفال. تمام. دي تخصصات الظاهر بتاعها ان الريت بتاعها عالي. لكن هل مثلا تخصص زي الكلى، في ناس كتير ما تعرفش انه تفتكر موجود اصلا، او لا بالعكس بيشتغلوا كويس وبيدخل لهم فلوس كويس. تخصص جراحه الاوعيه من التخصصات اللي كبرت في الفتره الاخيره، وفي ناس كتير مثلا ما كانتش تسمع عنه وبيدخلوا فلوس. هل كلهم بيدخلوا فلوس؟ لا، كل واحد ورزقه. صح. الجراحه العامه، جراحه الاورام، الجهاز الهضمي والمناظير فجزئيه الفلوس دي انا بصراحه مش بحب ان الناس تتكلم فيها. طيب انا دلوقتي خلاص في النيابه بتاعتي، والتخصص بتاعي انا راضي بيه وحبه فعلا وبتعلمه وكده. هل ممكن اجي عند نقطه معينه واقول خلاص انا يعني هسافر؟ يعني امتى مثلا اجي اقول ان انا خلاص تعبت مثلا من ظروف الحياه ولا محتاج مصاريف مثلا على الاقل عشان امتحاناتي، سواء انت قررت مثلا ماستر سواء معادلات. اقول لك على حاجه، انا في واحد صاحبي يعني انت على الاقل انا بتكلم في حته ان انت فلوس، يعني فلوس علشان امتحاناتك. ايوه مش عشان الرفاهيه. انا في واحد صاحبي تجيب عربيه والكلام ده. في واحد صاحبي كان عايز يسافر انجلترا. حلو جدا. تمام. الامتحانات في انجلترا عشان تدخل امتحانات بتكلف فلوس. وهو كان ظروفه يعني مش احسن، ما تسمحش. جاء سافر فين؟ سافر المالديف. جي بي دي فعلا بتدخل فلوس وبالدولار ومحدش يعرف الكلام ده. عمل فلوس الى حد ما كويسه. تمام. امتحن بلاب كل الاجزاء بتاعتها، ودلوقتي في انجلترا ما شاء الله. يعني اللي عاوز يعمل حاجه اللي عاوز يعمل حاجه هيوصل لها. وفي الاول وفي الاخر برضه بتدور على التوفيق. يعني انت ان شاء الله تكون موفق. بس انما جزئيه بقى المصاريف والحياه، انا شايف انا شايف انه دي غلطه المجتمع في مصر. بيبقى شايف انه الدكتور ده ما كانت فلوس، لان هم بينظروا للاستاذ الكبير اللي عيادته دايما مليانه وزحمه وبيعمل عمليات كتير وبتاع وبيدخل ملايين، فبالتالي لا انت دكتور. ما يعرفوش ان هو اتمرمط، اللي هي المرحله اللي احنا فيها، هو اتضغط ما حدش كان عارفه. مش الكل بيوصل للهرم ده. يعني دول عدد قليل هو اللي بيوصل للمرحله دي، مش كل الناس بتوصل. هل في ناس بتقرر انها تسيب الطب اصلا كتير. اقول لك على حاجه، عارف الفنان يحيى الفخراني؟ طبيب اطفال. عارف مثلا في حد في الكوره كده، عشان انا ليا في الكوره، كريم فهمي برضو دكتور اسنان. ايوه. انا عشان انا ليا في الكوره مثلا، في حد مشهور في الكوره اسمه الدكتور علاء صادق، طبيب اصلا. في حد برضه اسمه عبد الرحمن الشابوني برضه في الكوره. بس يعني عشان ممكن يعني دولت يكون شغالين كويس جدا، احنا ما نعرفش حياتهم. يعني ممكن لا احنا ما نعرفش غير الجانب اللي هم ظهروا فيه، ان هم ظهروا واتشهروا في حاجه تانية. بس ممكن يكونوا شاطرين وممكن يكونوا اساتذه وخدوا شهادات ويعني ما حدش احنا ما نعرفش. ممكن العينين بتوعهم هم اللي يعرفوا. انا بتكلم عن الحاجه الظاهره يعني. عشان لا، في ناس كتير، في ناس بتروح للسياسه، في ناس بتنزل مثلا يبقى عضو مجلس شعب هو طبيب، وده كتير. في ناس بتتجه للفن،
في ناس بتاخد حاجات طبيه بس ما يشتغلش دكتور، يعني يشتغل مثلا في شركه مستلزمات. بس الطب يستحق. والله ما يعني شغلانه فعلا صعبه شغلانه صعبه صعب يعني. بس هل هو فعلا يستحق العناء، ويستحق ان واحد يكون مثلا دخل كلية عنده 19 سنة تقريبا او 18 يعني حسب ما افتكر، وعلى ما يتخرج وعلى ما يبقى اخصائي يعني يعني هل يستاهل السواد اللي تحت عينينا؟ هل يستاهل الضغط؟ انا فاكر في مره جاتني طفله في الاستقبال، كنت انا امتياز وقتها، عندها 2 سنين كده. البنت كانت كوماتوز، شوفها جثه هامده، تمام. المهم يعني ايه، بسرعه كده بسرعه كده اشتغلنا عليها انا والتمريض وبتاع، والبنت فاقت. مش عايز اقول لك كميه الفرحه اللي كانت في عيون الناس، وناس بتحضن بعض وناس بتشيل بعض، دي لوحدها بالنسبه لك. لا انت بتنقذ حياه بني ادم. لازم تبقى عارف الكلام ده، تمام. بلاش ان عيان يكون كوماتوز، عيان يكون عنده ابسس مثلا، تمام. بالنسبه لاي حد يقول لك مؤلم جدا يعني الابسس، كلنا بالزبط. تقريبا جربنا الابسس في مرحله من حياتنا تيجي انت العيان ده لما يجي لك ثاني يوم بعد ما تكون فتحت له الخراج ونظفته له كميه راحه، شوف كميه السعاده اللي هو جاي لك بيها. بالظبط. فلا هو فكره ان انت الطب يستحق، الطب يستحق، لكن شغلانه صعبه يعني. حتى الاجانب بره ما بيحبوش الطب. في بالمناسبه دي في واحد مشهور، يعني بما ان انا متابع كويس للسوشيال ميديا وكده، اسمه علي عبد الله دوت، دكتور متخرج تقريبا من هارفارد تقريبا او حاجه زي كده، واشتغل جراح تقريبا في سنه تقريبا، يعني ما كملش جراحه سنه وسابها، ودلوقتي قناته واحده من اشهر القنوات على اليوتيوب، يمكن الناس اللي بيتفرجوا علينا عارفينه، وبيدخل تقريبا في السنه ممكن اقل حاجه 5 مليون دولار ما شاء الله من اللي هو التجاره الالكترونيه، من اليوتيوب، من لا هو كتير، من اكاديميه اليوتيوب اللي عاملها في يعني عامل مشاريع ضخمه، وساب الطب وهو بالنسبه له هو ساتيسفايد، وهو بيعلم الناس وبيفيد الناس في مجال بيحبه. هو رغم ان هو من الاوائل، حته ان انت تتخرج من جامعه هارفارد دي مش اي حد يدخل جامعه هارفارد ويتخرج ويبقى جراح، وهو اصلا من اصول هنديه اعتقد، او هقول لك على حاجه في ناس في دكتور كان دكتور عظام في مصر، تمام، واخد عظام وتعلم وخلص الماجستير وخلص الدكتوراه وكل حاجه، وكان عنده في اواخر الثلاثينات كده، تمام. جات له فرصه يعمل ماتش في امريكا، تمام، بس ما فيش عظام. هو كان هيموت وياخد عظام؟ لا هو خد عظام، هو اصلا عظام، هو خلص كل حاجه، خلص الدكتوراه حتى، تمام. قرر ان هو يسيب العظام، راح امريكا واخد ما اخدش حتى حاجه جراحيه، اخد كلينيكال باثولوجي. ده حتى يعني ناحيه ثانيه خالص. ففكره ان انت تغير التخصص مره ثانيه مش مشكله، فكره ان انت تغير ما هو تغيير التخصص ده معاه تغيير اللايف ستايل، او ان انت تغير حياتك كلها وتاخد تعيش حاجه ثانيه، تشتغل في التجاره. انا هقول لك على حاجه، والله انا اعرف ناس سابت الطب بتشتغل في العقارات سمسره، فاهمني؟ بس ده مش كتير يعني. بس يعني الضغوطات اللي بنشوفها في اول الحياه في المستشفيات، نبطشات كتير، سينيورتي، دم، خناقات، في ناس كتير مش بتستحمل. طب هو اللي بيستحمل وبيكمل علشان هو فعلا بيبقى ساتيسفايد بالطب، ولا المجتمع ضغط عليه ان انت مثلا خلاص اتخرجت من الطب فانت لازم تكمل في الحته دي؟ يعني اصل بشوف الناس زمايلي قالوا لي لا الاهل ضغطوا علينا عشان نخلص ندخل الكليه، ولما اتخرجوا قالوا خلاص احنا فعلا حبينا التخصص، حبينا الكليه. ف يعني دي بتفرق من شخص لشخص. يعني انا بالنسبه لي حته ان انا اشوف انسان بيتألم واساعده، حتى لو يعني مش هاخد منه حاجه، يعني خلاص دي بالنسبه لي دي كفايه، الارزاق بتاعه ربنا. عايز اقول لك على حاجه، بس دي مشكله بتواجه ناس كتير في الطب وفي بره الطب، اللي هو انا لازم ادور على الشغف ولازم اشوف الحاجه اللي بحبها. المسؤوليه يا اخوانا، المسؤوليه، انت مسؤول، انت هتشتغل، انت مش بتنزل المستشفى تتفسح. انت مسؤول عن اسره لازم ترجع لها بفلوس، تمام. مسؤول عن نفسك، انك لازم تكبر ويبقى عندك الطموح انك تبقى حاجه. مسؤول عن مريض، فالمسؤوليه هي اللي بتحركك، هي اللي بتحركك. وبعدين الشغف والحب والحاجات دي لازم الناس تبقى حاطه في دماغها الكلام ده، لانه في شباب كتير
شباب كتير بيضيعوا وقت وسنين من عمرهم يقول لك لا انا بدور على الشغلانه اللي الاقي فيها شغفي، الاقي فيها الحاجه اللي انا بحبها. مش هتلاقيها. صح. طب الدكاتره من غير ما نتوسع في الموضوع ده، هل بيلاقوا فعلا تقدير من المجتمع او من العيانين ومن الاهليه، خصوصا مع الحاجات اللي احنا بنسمعها؟ يعني هل احترام الطبيب ده يعني هو بص ان طبيب يتعرض لاي نوع من انواع عدم التقدير، خلينا نسميها عدم التقدير يعني، جوه مصر او داخل مصر، هو موجود حتى في الدول الاوروبيه يعني. بس يعني هو موجود في الخليج وموجود في كذا في اماكن كتير. يعني ايه رايك في الموضوع ده؟ هل فعلا الطبيب في مصر واخد يعني تقدير فعلا من المجتمع، ولا يعني هو مش بتفرق من شخص لشخص، ولا عينات قليله اللي احنا بنسمع عنها؟ للاسف في الفتره الاخيره السوشيال ميديا دمرت حاجات كتير. تمام. فممكن جوه الطب وبره الطب بشكل عام بالظبط. فممكن حد يروح مصور طبيب بيعمل حاجه غلط. مش كل الاطباء ملائكه، حد يغلط. يصور طبيب مثلا هو سايب مثلا مكان شغل، يقول لك اهو مش موجود اهو، فيبدا يهيج الراي العام على الاطباء. طب والعكس، ان الاهليه مثلا موقف الاهليه اتكلموا باسلوب مش كويس مثلا مع الطبيب او عدم احترام او دي الفكره بقى. هل انت بتعرف تاخد حقك؟ ما دي الفكره. ما عشان كده احنا بنقول ايه، مفيش طبيب لما يتشتم او حد يعتدي عليه في المستشفى يسكت، ما تسيبش حقك، تكمل تروح تعمل محضر باسم المستشفى عشان الموضوع ما يتكررش عشان الموضوع ما يتكررش. بص عايز اقول لك على حاجه بما يرضي الله والله. في الفتره الاخيره انا لما كنت في المستشفيات عمري ما طلبت من الداخليه ان انا اعمل محضر لمرافق اعتدى عليا او كده ولقيت رد فعل عكسي. والله العظيم وانا بحلف بالله. انا فاكر في مشكله كبيره حصلت معايا وانا لما كنت في اسوان الجامعي الساعه 4 الفجر. تمام. والله جاني ضابط الساعه 4 الفجر، جاني مخصوص قال فين الدكتور اللي معاه المشكله؟ قلت له انا. قال لي والله يا دكتور مدير الامن شخصيا صحاني من النوم وقال لي روح المستشفى شوف مشكله الدكاتره. فانا بقول لك انت لا الاحترام والتقدير من وزاره الداخليه ده طبعا موجود. لا انا بقول لك انا لمسته يعني بنفسي وانا يعني انا بقول لك واحنا بنشوف بالله طبعا والله. اكيد طبعا انا بقول لك يعني. بس انا بتكلم على فانت ما تسيبش حقك. الناس نفسها يعني. ليه الشخص مثلا يكون جاي ومتألم وفاكر ان الدكتور ده او الطبيب ده هو اللي يعني هيأثر في حقه، او مثلا عايز يعمل حاجه فوق طاقته. يعني واحد مثلا الجلاسكو كوما سكيل بتاعه او ان هو داخل خلاص يعني غيبوبه وبيودع او درجه استيعابه خلاص يعني المفروض 15 من 15، لا هو نازل مثلا عايزك تلحقه. او واحد مثلا عصايه سحريه خلاص انت عملت عليه CPR وجاي ان هو ارست. لا انا هقول لك الابسط من كده يعني. لا انا هقول لك احنا نعمل ايه؟ بنعيش في ستريس يعني. احنا يعني عارف اللي هو في آية في القرآن جميلة جدا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يعني مش قصدي حاجة، ولكن أنت بتعمل اللي عليك لله. يعني مش مثلا مستني كلمة شكر من حد، بس يعني كلمة شكر عارف اللي هو بعد ما خلصت يجي مثلا حد من الأهل كتر خيرك يا دكتور تسلم إيدك. موجود. وفي الخليج يعني موجود. في الخليج موجود وفي مصر موجود. في بس مصر يعني لا أقول لك أنا بشوفها كتير. لا موجود برضو في مصر يعني. أنا في مصر بشوفها كتير يعني بلاحظها كتير. بس بص هو الفكرة إنه المريض المصري او المرافق المصري للاسف ما عندهوش استيعاب يعني ايه طوارئ. هو مستوعب انه انت لما هو جه طوارئ. يعني انا في مره فاكر كنا في استقبال الاطفال، ففي واحده ست جت بابنها سخن. تمام. فشفناه تمام وكتبنا له العلاج بتاعه وخلاص ميديكيشن. هي واقفه في نفس اللحظه قالت يا دكتور الولد لسه سخن. الله هو انا معايا عصايه سحريه يلا خف. يعني فاهمني. فانا بقول لك الناس لازم تبقى مستوعبه يعني ايه طوارئ. انا بروح الطوارئ ايه الخدمه اللي انا هاخدها؟ صح. المريض ده في الوضع ده يعني مثلا تلاقي فيه مشكله على اسره الرعايه. تمام. ما هو انا هجيب منين سرير رعايه؟ صح. عندي 10 اسره يعني عليهم 10 عيانين. انا في مقوله فاكرها صراحه من الاستشاري بتاعي، ويعني يعني هو الصراحة مش بس الاستشاري، هو قائد ومعلم ربنا يبارك في عمره. الصراحة كان بيقول احنا بنعالج الجهل والمرض والفقر.
يعني ده قال احنا مش بنعالج بس عيان يعني. ربنا يبارك له الصراحه دكتور اشرف، استاذ جراحه التجميل والحروق، كان بيقول لنا كده. يعني هو كان بيعلمنا، ربنا يبارك في عمره، فعلا هو مش بس بيعلمنا الطب، لا احنا بنعالج الجهل والمرض والفقر، بنعالج الثلاثه دولت في للاسف في العيان المصري. مش بنتكلم كمستشفيات. أيوة لا. المستشفيات مجهزه والدوله ما شاء الله بتعمل لنا دلوقتي الهيئه العامه للرعايه الصحيه، ويعني المستشفيات في تطور ما شاء الله. لا كبير كبير الصراحه. احنا هنا في الصعيد بدانا نلمسه يعني. دي حقيقه. احنا في اسنا اهو في المستشفى دلوقتي فرق كبير قوي. والتقنيات كمان اللي موجوده في الصعيد دي قصه ثانيه هنتكلم عليها. الحمد لله يعني الدنيا دكتور مجدي يعقوب ومؤسسه. انا انت ذكرت دي حاجات ثانيه. انت ذكرت استاذك قال انا اقول لك استاذنا قال لي بقى. كان بيقول، كنت بقول له طب العيان ده المفروض يعني نديله العلاج كذا او نعمل له الاشعه اللي هي كذا اللي هي الافضل اللي مكتوب في الكتب اللي درسناها. كان بيقول لي في حاجه اسمها ذا بيست، وفي ذا بيست افيلابل. ايه المتاح؟ ايوه صح. طب ما انا هكتب له دواء ب 200 جنيه هو معهوش، صح، فبضطر اكتب له نوع تاني يناسب ظروفه. صح. يعني فده يعني القصه بتاعت اللي احنا بنتعامل بيه. لكن التقدير بتاع الناس زي ما بقول لك لا موجود. الاعتداءات اللي موجوده دي انا وجهه نظري انه احنا محتاجين النقابه تعمل دور توعوي شويه للناس. والدكتور ما يسكتش طبعا. الدكتور ما يسكتش، لا ما عادش يسكت باي علشان غيرك ممكن تبقى طبيبه يعني كاخت مثلا في الاول وفي الاخر حصلت ياما. فاهم شفناها وعصرناها. فانت ما تسكتش عشان انت ما تعرفش مين اللي هيتحط. انت ممكن راجل عرفت تتصرف، طب بنت مثلا ولوحدها، فاهم قصدي؟ ما تعرفش. فانت لكن لو انت اتكلمت وطلعت ودافعت عن الموضوع دوت هتلاقي ان الموضوع هيبدا يسمع ان في حد اتعمل له محضر وكمل في قضيه. الناس هتبدا تعرف. وطبعا الثقافه والتوعيه دي ان شاء الله في حاجات ممكن تتعدل مع الوقت يعني. طبعا عايزين نتكلم عن مواضيع كتيره ان شاء الله. يعني انا شايف ان احنا طولنا على يعني حبايبنا صراحه المشاهدين، وده اول بودكاست. يعني ان شاء الله هيبقى في بودكاستات كتيره ان شاء الله برضو مع دكتور عبد الرحمن حته، وهنتكلم عن مواضيع مختلفة. يعني ممكن تكتبوا لنا في الكومنتات كده حابين نتكلم ايه اكتر. عايزين البودكاست دوت يبقى بودكاست هو موجه للدكاترة، من اول ما واحد هو في الثانوية يقرر ان هو يبقى طبيب يكون عارف هو داخل على ايه. مش بس الدكاتره برضو، مش الاطباء بس يعني، اطباء الاسنان كمان احنا صيادله، كل اللي في المجالات الطبيه عموما يعني مش بس مش حتى المجالات الطبيه. احنا كمان عايزين نغير ثقافه المريض المصري. انت عارف انت هتلاقي ايه؟ يعني انت رايح المستشفى دلوقتي في يعني مواضيع كتير حابين نتكلم عنها. انت رايح المستشفى يعني ايه الخدمه اللي انت مستنيها؟ مش زي ما قلت من شويه ان البنت اللي كانت سخنه اكيد مش هتخف في ساعتها. وحته كمان الثقافه اللي موجوده عند مش هنقول للشعب المصري بس عند بعض الناس حتى في الدول الغربيه والدول الخليجيه وغيرهم، ان في حاجات كده مفاهيم خاطئه. يعني مثلا انا كجراح ان انا ليه لما مثلا واحد مجروح اجي واقعد اشم ريحه البن في جرح في راسه واقعد اغسل وانضف ويقول لك اصل احنا البن بيكتب. لا احنا عايزين لنا كذا حلقه على موضوع الجروح، على لا مش ازاي تتعامل مع جرح، ازاي تتعامل مع، وغير كده الثقافه يعني حتى كمان الاهل وهم ناس كبار يقول لك احنا سمعنا زمان ان البن هيكتم الجرح، فاقول له لا ده هيلوثه وهيعمل له التهابات وهو فعلا انا مش بخوفه، ده حقيقي فعلا. أيوة. ويقول فعلا يا دكتور وبيصعب علينا احنا اللي هو انا بالنسبه لي المعلومه دي عارفها يعني من زمان، من قبل ما ادخل الطب وسنين الطب والنيابه هو بقى اول مره يعرفها وراجل كبير فسبحان الله بقى مسبهل قدامه كده اللي هو معقول انت معلومه زي دي ما تعرفش؟ هل يعني مش هنقول الجهل بس هو مش جهل، هو نقص توعيه، هو نقص توعيه. وده دورنا احنا مش بس دورنا ان احنا نعالج المريض اللي جاله المرض، لا احنا دورنا ان احنا دورنا كدكاتره في المستشفى في الطوارئ ان نعلم اي حد بالظبط ما يعرفش معلومه زي كده. لان انا يعني مثلا موضوع البن ده اللي انت بتتكلم فيه، انا بشوف في ناس مدرسين وناس يعني على قدر من التعليم كويس وبرضه بيقعوا في الحاجات دي لان ده العرف. تمام. لكن احنا دورنا كدكاتره اننا نبدا
نوعي الناس على الحاجات دي. وان شاء الله يعني في الحلقات اللي جايه هيبقى في اكتر من حلقه فيها توعيه على حاجات مختلفه، يعني زي موضوع البن اللي انت اثرته ده. بس انت شكلك عايز تشرب بن دلوقتي. انا فصلت الصراحه. طيب خير. فنشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده باذن الله يعني. استنونا كده، وكل عام وانتم بخير. رمضان داخل علينا ان شاء الله يعني باذن الله. الحلقه دي نحاول ان احنا ننتجها وننزلها قبل رمضان، وفي مواضيع كتير هنتكلم عنها ان شاء الله، وبرضو مواضيع طبيه وليها علاقه بالرياضه، بما ان دكتور عبد الرحمن حتى من يعني المشجعين الكبار يعني للكره المصريه واعتقد الاوروبيه كمان. يعني في مواضيع مختلفه هنتكلم عنها يعني. فيعني نشوفكم على خير كل سنه وانتم طيبين. وكل سنه وانتم طيبين.